بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل في الشبكة، أنا أسأل وأنت تجيب. 6 أسئلة عن مباراة القرن، مباراة الأهلي والزمالك، طرحتهم على الناس في الفيسبوك وأخدت إجاباتهم، وهنقرأ سوا هذه الإجابات المتنوعة الغريبة العجيبة. ال6 أسئلة كالآتي: مين يكون مهاجم الاهلي ومين يكون باك يمين الزمالك؟ لاعب من فريقك هتنصحه نصيحه قبل الماتش، لاعب من الخصم تتمنى يكون في فريقك، ولاعب من الخصم تتمنى يغيب عن المباراه. ولو انت المدرب، ايه المفاجاه اللي ممكن تحضرها؟ ولو فريقك فاز بالبطوله هتعمل ايه؟ وقبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وكمان فعل علامه الجرس. وان شاء الله هقرا الاجابات بقى بالدور، يعني مش هنقي بقى زي الاسئله، بالدور وان شاء الله اجاوب على اكبر قدر. يوسف حاتم اول واحد بيقول اول سؤال لاعب اللي هو يختار كباك يمين هيختار حازم امام عشان احرف وممكن يلعبنا كرة واحنا مضغوطين. رقم 2 اللاعب اللي هينصحه نصيحة اوباما، العب بسرعة وحياة ابوك. رقم 3 اللاعب اللي يتمنى يكون موجود في فريقه، طبعا هو الزمالك يعني قفشة. اللاعب اللي يتمنى يغيب عن الاهلي برضه قفشة، واضح ان قفشة بالنسبة له مهمة جدا جدا. وبيقول مفيش مفاجآت، كل حاجة زي ما هي، يعني مفيش مفاجأة ممكن يعملها. ويعمل ايه لو فريقه فاز؟ هيخرب الدنيا. احمد وائل بيقول مروان محسن يختاره كمهاجم وحازم امام كباك يمين للزمالك. اللاعب اللي ينصحه نصيحه ياسر ابراهيم لازم يصحصح ويركز كويس وما يسيبش المهاجم بتاعه. اللاعب اللي يتمنى يكون موجود في فريقه طبعا هو الاهلي، الونش عاوز يكون موجود في الاهلي. واللاعب اللي يتمنى يغيب عن الزمالك هو زيزو. والمفاجأة اللي هيعملها الريتم، ما فهمتش قوي ايه المفاجأة في الريتم، يمكن قصده يغير حاجة في الريتم مش عارف. وبيقول لو الاهلي فاز بالبطولة هيتبرع بجزء كبير من فلوسه. طبعا ده اي كلام، ده كلام ده. عمر الطيب بيقول هختار مروان محسن او بادجي، مش تفرق كتير يكون مهاجم الاهلي. وبيقول حازم هو اللي يلعب باك يمين عشان عنده خبرات. عبد الله جمعة هو اللي هيقعد معاه بالماتش ينصحه نصيحتين، يقول له يلعب ماتش زي ده لا سوري ما يطلعش غير مع طلوع الهجمه، والاوفرات تتلعب قويه وبالونه او عرضيه عاليه بتركب دفاع الاهلي، يعني ما يطلعش ينطلق وخلاص عشان ما يبقاش عنده مشاكل دفاعيه. رقم 3 اللاعب اللي يتمنى يكون في فريقه معلول. اللاعب اللي يتمنى يغيب عن الاهلي الشناوي، شايف انه هيفرق وفعلا يفرق. وبيقول المفاجاه انه هيلعب ب3 في نص الملعب، فرجاني ساسي وطارق واسلام جابر. مفاجأة فعلا، ممكن تلعب ب3 ولك تلعب باسلام جابر في الماتش ده. ورقم 6 شوف بقى هيعمل ايه لو الزمالك فاز بالبطولة. بيقول مش هحفل خالص لان هبقى عارف شعور اللي قدامي ايه وقتها. يا سلام يا سلام على الايمان. احمد المغربي صديقي العزيز طبعا بيقول توكلنا على الله، هيختار مهاجم الاهلي مروان محسن، هو مقتنع بيه. باك يمين المفروض حازم، بس عشان لسه راجع من الاصابه ممكن يبقى احمد عيد. ياسر ابراهيم يقعد معاه وينصحه يقول له خلي باله مصطفى محمد في البعيده، يعني بيخطف الكوره او العرضيه بياخدها من البعيده، وبن شرقي بياخد من البعيده برده. زيزو اصلا بيرفع على البعيده، فدي برده كلام سليم. يتمنى الونش يبقى معاه في فريقه، ويتمنى احمد سيد زيزو يغيب عن الزمالك. والمفاجاه انه ممكن يلاعب كهربا وينج واجاي مهاجم، بس دي مفاجاه انا مش بتمناها، بس دي مفاجاه اللي ممكن يعملها. ولو الاهلي فاز بالبطوله ستهتز القاهره. عمرو دياب هيختار حازم باك، طبعا زملكاوي كده، هيختار حازم باك يمين. النصيحه اللي هيقدمها لاوباما يمنع الفزلكه. كنت اختار نصيحه ثانيه ممكن تتنفذ. رقم 3 يتمنى قفشه هو اللي يكون موجود في الزمالك لقله مركز رقم 10 رغم التحفظ عليه، ويتمنى برضه غياب قفشه، اللاعب اللي يتمنى يغيب عند الخصم. والمفاجاه اللي ممكن يعملها انه ينزل بأناجم عشان يعمل دعم الحازم، والشوط الثاني ينزل زيزو، فيبقى مفاجاه انه نجم بدل زيزو هو في تشكيل اساسي. ولو فريقه فاز هيعمل ايه؟ بيقول ولا هعمل حاجه لو كسبنا او خسرنا. ده ايه التصالح الكبير مع النفس ده. احمد العسوي هيختار حازم، طبعا زملكاوي هيختار حازم امام باك يمين. السؤال الثاني هينصح احمد زيزو ولا هينصحه؟ هيقول له ما يخليش علي معلول يتقدم زي ماتش الدوري وطارق حامد يحط قفشه في جيبه. انا اقدم نصيحتين لزيزو وطارق حامد. السؤال الثالث هيختار قفشه اللي يكون في فريقه. والسؤال الرابع اللي يتمنى اللاعب اللي يغيب في الاهلي اختار معلول وقفشه، وما جاوبش على السؤال الخامس والسؤال السادس. عزت مصطفى الاهلاوي بيقول المهاجم مروان محسن، في اجماع كبير على مروان محسن. اعتقد هو جاي لقله الثقه في بادجي، بس ما فيش كتير قال اجاييه، مع ان كنت متوقع في ناس بتحب كتير اجاييه مهاجم. وهينصح قفشه هيقول له انه يركز. ولاعب من الخصم يتمنى في فريقه بن شرقي،
طبعا اكيد يتمنى يكون في فريقه، ولاعب يتمنى يغيب برضه بن شرقي ومصطفى محمد يتمنى يغيبوا من الزمالك عشان يرتاح منهم. والمفاجاه اللي ممكن يعملها ان ممكن يلعب من غير مهاجم خالص او مهاجم وهمي، يعني ايه ما يكونش في مهاجم اساسي موجود. وبيقول بقى لو الاهلي فاز بالبطوله هيعلق صوره موسيماني عنده في الاوضه بالفرحه المجنونه يعني. محمد صديق بيقول اختار حازم عشان سريع وخبره يعرف ياخد ضربه جزاء وضربات ثابته عموما. هينصح اوباما يقول له ابوس ايدك، ابوس ايدك دي من عندي انا اللي ضايفها عشان دي العب السهل. دي النصيحه اللي ايه في بعض اللعيبه كده في الدوري المصري في اهلي والزمالك او بيراميدز اي حد ابقى مقتنع بيهم بس بيستفزوني في بعض النقط كده. فالعب السهل وخلي المتعه في اللعب السهل وتبقى حاسم على الجول، بلاش منظره. يختار معلول يكون في فريقه ويختار معلول يغيب عن الاهلي، بالنسبه له ده يبقى الافضل. المفاجاه انه ممكن ينزل بمصطفى محمد من مصطفى فتحي من اول ماتش، صعب قوي. دي تبقى مفاجاه يعني حلوه للاهلي وحشه للزمالك، اكيد مصطفى فتحي مش جاهز خالص طبعا. رقم 6 بيقول لو الزمالك فاز يعمل مجرد احتفال لفتره وجيزه مش اكتر. ده يا جماعه التصالح مع النفس ده. محمد المصري بيقول هيختار بادجي مهاجم الاهلي عشان العرضيات، وينصح مروان محسن لو لعب يسدد كتير. يعني نصيحه طبعا حلوه بس بالتالي صعب التنفيذ. يعني هي الفكره ان مروان بيلعب محطه ازاي مش عارف بره المنطقه، ما بيقدرش يوصل لدرجه انه يبقى على المرمى يشتغل كتير وبيظهر في لقطات قليله، لكن نصيحه كويسه. رقم 3 بيقول يتمنى الونش هو اللي يكون لاعب في الاهلي. طبعا الونش صحيح قبل ما ادخل اصور الحلقه للاسف اتصاب بالكورونا وخلاص بنسبه كبيره بره الماتش خلاص، يعني دي مشكله لغايه وقت الماتش. في رعب كده في الاهلي والزمالك، انت في اي لحظه معرض تفقد اي حد. بس من الواضح ان معسكر المنتخب كان مضروب، يعني اللعيبه اللي قاعدين اللي في الاهلي والزمالك اللي اتصابوا قليلين، لكن المنتخب كل يوم واحد ورا الثاني، في حاجه مش طبيعيه. فما اعرفش المعسكر كان فيه مشكله ما ولا ايه مش عارف. وبيقول يختار اللاعب اللي يغيب عن الزمالك عبد الله جمعه. اختيار غريب شويه، يعني في لعيبه اكيد اكثر تاثيرا من عبد الله جمعه بس وجهه نظر. يقول مفاجاه انه يلعب وليد سليمان جناح يمين والشحات شمال واجاييه مهاجم. دي المفاجاه اللي هيلعب بيها. بيقول لو الاهلي فاز هفرح عشان الفوز ده جه بعد حرق دم واعصاب ل3 بطولات ورا بعض، فالفرحه هتبقى كبيره. خالد محمود بيقول هلعب بمروان، مفيش اصلا غيره، ما عندوش اختيارات تانية. اللاعب اللي هينصحه السوليه، هيقول له ما تحلقش على اللعيبه واضغط عدل. ماشي، بس اللاعب لما يوصل عند 29 30 سنه بيكون صعب تطلب منه حاجات هو طول عمره ما كانش بيعملها، ولكن طبعا اكيد نصيحه حلوه. اللاعب اللي يتمنى يكون في فريقه بن شرقي، لاعب حاسم رغم كونه مزاجنجي في بعض الاحيان. اللاعب اللي يتمنى يغيب عن الزمالك مصطفى محمد، عاوزه يغيب. رقم 5 المفاجاه مش عارف، فبالنسبه له ما عندوش مفاجآت. رقم 6 بيقول هاخد دفعه معنويه تخليني اعرف اكمل في امتحانات الجراحه. ربنا يوفقك يا خالد في امتحانات الجراحه. بتعمل عمليات بقى في الامتحان ده ولا ايه؟ سيف احمد بيقول هختار مروان محسن مهاجم الاهلي وحازم امام. هي مش تفرق، مروان من بادجي لكن مروان افضل للسائين، وحازم عشان احمد عيد الماتش تقيل عليه. رقم 2 اللاعب اللي نصح نصيحه هيختار محمد هاني، قال له تعالى يا عم هاني حاول على قد ما تقدر تقلل من الاخطاء قدام بن شرقي، وممكن اضيف عليك هنا انه يقلل من الاندفاعات قدام بن شرقي. بن شرقي لاعب اللي هو ايه بيفضل ماشي بالكوره، الكوره تحت رجله هادي هادي هادي، يستنى المدافع يضغط عليه اللي هو ياخد القرار يضغط، بيرقصك بسنده الكوره صغيره، عارف بيمرن كده. فلما تبيع نفسك كمدافع عليه يضيعك في ثانيه. ومحتاج كمان هو فكره ايه قفل الزوايا برضو. محمد هاني كتير كده تلاقي مثلا قافل لجوه وفتح لبره، فبتبقى في مشكله فيها. اضم يعني ايه اضيف كمان معاه. رقم 3 يتمنى طارق حامد يبقى في فريقه عشان لو قفشه قدر يتحكم في العمق بسهوله هيبقى الماتش بتاع الاهلي. وبيقول لو مكان موسيماني هيلعب باجاي، ده المفاجاه، هيلعب باجاي مهاجم، دي المفاجاه بالنسبه له. وبيقول لو الاهلي فاز هيحتفل لمده 5 سنين ضوئيه، 5 سنين ضوئيه فضائيه. محمود عمر بيقول مروان محسن واحمد عيد مهاجم الاهلي باك يمين الزمالك. هنصح ياسر ابراهيم اقول له ما تسرحش عشان ده ماتش العمر. بصراحه ما تسرحش دي محتاجين نقولها لكل المدافعين اللي في مصر. 3 اتمنى بن شرقي يبقى معاه، ويتمنى يغيب مصطفى محمد،
وقول هعمل مفاجاه، هبدا باليو بادجي اساسي، ان اللي عامله في ماتش ابو قير اكيد كان تكتيك من موسيماني، عشان مش معقول في مهاجم ممكن يضيع كل الفرص السهله دي. فايه اليو بادجي نزل خدع الناس، قال له ضيع يلا يا بادجي كل الكور، فالناس تستهتر بيك، تنزل ماتش الزمالك تلبهم صح. ده وفقا لوجهه نظره. بول 6 رقم 6 هيحصل ايه لو الاهلي فاز بالبطوله؟ بول هنام على طول عشان عندي شغل الصبح، ونعمل الاحتفال فعلا. محمد محمود بيقول مهاجم الاهلي مروان او بادجي مش هتفرق. صراحه الناس بقت راميه طوبه المهاجم ولا حد فارق معاه، بس مروان افضل نسبيا على المرمى من بادجي. بيقول هنصح هاني وياسر ابراهيم بالله عليكم تركزوا شويه في التغطيه وبلاش سرحان. بيتمنى وجود فرجاني ساسي مع ديانج، ده اللاعب اللي يتمنى يكون عنده. بيتمنى يغيب بن شرقي، طبعا 90% من قوه الزمالك مع بن شرقي، اللاعب الوحيد الغير متوقع وصعب مراقبته. بيقول ما فيش مفاجآت اقدر اعملها لان غير ان اخطف هدف والعب مرتدات بنفس اسلوب الزمالك، فمش شايف ان في مفاجآت ممكن لو هو مدرب يفاجئ بيها. هيحتفل طبعا وهيكون فرحان، بس مش نهايه العالم، هيكون في كاس مصر وسوبر افريقي وسوبر مصر والبطوله على طول، فنحتفل في لحظتها وخلاص. يا ده تفكير عقلاني، اللي هو ايه، انا عاوز بطولات، اخدت افريقيا بعد عذاب بس انا عاوز البطوله اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. وجهه نظر فيها عقلانيه كده شويه. احمد الجرف هيختار مروان، واضح ان في اجماع اكتر على مروان، بقى في عدم ثقه زي ما قلت في بادجي. احمد عيد عشان ثبت رجله في الملعب هيختاره على حازم. ينصح اوباما يقول له ركز عشان لو فاق الفرقه هتفرق قوي. تمام. اللاعب اللي يتمنى يكون في فرقته ايمن اشرف، معقوله ولا ايه؟ هو ايمن اشرف، غريبه شويه. واللاعب اللي يتمنى يغيب عن الاهلي ديانج ومعلول. بيقول ما فيش مفاجآت، كل حاجه معروفه واضحه، لو الزمالك هيعمل ايه هتكون فرحه ما فرحتهاش قبل كده، وهحفل على كل زملاتي الاهلاويه. خد بالك بسبب نيتك السيئه دي ممكن ما تفرحش، خد بالك ما تسبقش بالحاجه السيئه. محمد عصام بيقول لو ده سؤال كده فرع، بيقول لو اتلعب ضربات جزاء مين هيرجح كفه فريقه اكتر، الشناوي ولا ابو جبل؟ لا مالهاش علاقه خالص، الاثنين ممكن يصودوا اثنين مميزين، حتى بالنسبه لي الشناوي اعلى من ابو جبل، بس ضربات الجزاء لا يعني صعب جدا. محمد عبد القادر بيقول يا اخي بحق صداقتنا على الفيسبوك تقول كلامي، جات لك طلبتها ونلتها. مهاجم الاهلي بادجي لانه مناوش واحسن مروان، وجهه نظر ده على فكره برضه، بيتحرك بيخبط بينزل، يعني على اسوأ ظروف لو ما سجلش اهداف وضيع وما كانش لازمه هيقعد يرزع ويخبط ويتحرك يمين وشمال. مروان هو بيظهر عند اللقطه اللي بيسجل فيها، غير كده ممكن ما تحسش بيه خالص، فدي برضه وجهه نظر. وبيقول هيختار احمد عيد، هو الباك الزمالك، هينصح قفشه يتحكم في الريتم ويشوط، تفرق دي برضو جدا. ويتمنى يكون في الاهلي مصطفى محمد، ويتمنى يغيب بن شرقي، والمفاجاه انه يبدا بديانج وحمدي فتحي وقفشه والسوليه احتياطي. صعبه دي طبعا، دي مفاجاه اكيد، مفاجاه كبيره جدا بس صعبه، وهتحمل قفشه حمل زياده كمان. بقول لو الاهلي فاز هغيب يومين من الشغل، ده اسمه استهتار يا بيل انت عايز تعمله ده. عمر محمد بول السؤال الاول عندك بادجي ومروان واجاييه، وبالنسبه للحقيقه لاعب من الثلاثه مغامره كبيره، مش واثق في اي حد فيهم، هيرجح كفه بادجي شويه. ينصح ديانج يشوط كتير، شايف انه ممكن يستفيد منه. بن شرقي يكون في فرقته، وبن شرقي يغيب او مصطفى محمد. المفاجاه انه يبدا ببادجي. السؤال السادس بقى لو فاز الاهلي هيعمل ايه؟ بيقول ياه، طبعا ياه عبرت عن كل حاجه. مينا رشدي مروان بيستغل الفرص افضل من بادجي، دي فيها حته زي ما قلت قبل كده. مروان لما تجيله فرصه على المرمى حلوه، لو جبنا فرصه هنا البادجي نفس فرصه مروان، فرصه مروان هو يسجلها اكتر، بس مروان بتجيله الفرص بتحركاته وبشغله هو قليل، بادجي ممكن يتحرك كتير وبسرعته فممكن يصنع لنفسه اكتر بس يضيع اكتر. معادله بنت 60 في 70 خالص، يعني وحشه جدا في كل الزوايا والنواحي. بيقول مروان بيقوم بدور المحطة بشكل جيد. بيقول ياسر ابراهيم هنصحه الكرة العرضية الكرة العرضية الكرة العرضية، وانا اضيف معاه كمان الكرة العرضية الكرة العرضية كمان، 2 من عندي. 3 زيزو والونش يتمنى يكون عندهم الونش ربنا يقوم بالسلامة، ما بقاش موجود خلاص في المباراة. طارق حامد يتمنى يغيب عن الزمالك، شايف انه يأثر. والمفاجأة انه شايف ان الاهلي يسيب الكرة للزمالك ويضرب بالمرتدة. رقم 6 هيبقى مبسوط جدا جدا لو الاهلي فاز بالبطولة. مصطفى البدري مهاجم الاهلي مروان، لاعب من فريق انصح يكون صانع خط الدفاع، يا ريت يعرفوا ان ده ماتش مش بتاع هفوات واخطاء والتركيز بيكون 100%، بس يا ابني
مش كل واحد بايده بيغلط، هذا هو قدركم. لاعب من الخصم اتمناكم في الاهلي طبعا بن شرقي، لاعب من الخصم يغيب مفيش، مش فارق معاه خالص، قطع بطاقته ولا فارق معاه اي لاعب من الزمالك. لان المدرب هضغط على الزمالك المفاجاه، بحيث اول ربع ساعه تبقى بمشيئه الله الاهلي متقدم بهدف، ويلعب برامي ربيعه باك يمين على حساب محمد هاني، وبمشيئه الله هنكسب الزمالك وكل الاهلاويه يفرحوا. احنا وصلنا كده كام دقيقه عشان ما نطولش الحلقه، والحلقه طولت برضو، بس والله فيها حاجه حلوه، بس هطول في اكتر من كده تبقى ممله. طب خلينا ناخد كمان كده كام واحد كده. طب معلش يا جماعه ناخد ايه برضو عشان ايه نكون قسمنا كده. عشان برضو معلش ننوع بين اهلي والزمالك برضو. احمد سعيد هلال، اخدنا كام واحد اهلي فناخد زمالك. احمد سعيد هلال بيقول حازم عشان سريع ومهاري وخبره، ينصح اوباما يقول له ما يلعبش بوش رجله ويفيدنا شويه. وش رجله ده محتاج يتشال، يعني يجيب وش رجله يلغوه، يخلوا كعب رجله زي ما كان وش رجله، فعشان اوباما يتعدل في اللعب. مشكله وش رجله، عاشق اللاعب وش رجلي في المفيد واللي ملوش لازمه. اللاعب اللاعب اللي عاوز يبقى موجود في فرقته قفشه. اللاعب طبعا على فكره مفيش اي كلام بقوله فيه حد ياخده اهانه او سخريه، عمري ما هنت ولا سخرت من حد خالص، بس تبقى يعني ايه قفشات كده صغيره بس مرتبطه بحاجات فنيه، يعني اكيد الكلام مفهوم، يعني عادي، يعني كلام ممكن حتى حد يقوله عليا عادي مش مشكله. قفشه برضه اتمنى يغيب. المفاجاه نزل كاسونجو لو فايزين نلعب على المرتده، بس افتكر المفاجاه دي لصالح مين او لمين؟ انت كان ممكن تفاجئ الزمالكاويه نفسهم. وبيقول لو الزمالك فاز هكسر الدنيا. طب الدنيا ذنبها ايه؟ عمرو وينشستر باك يمين الزمالك حازم، وده لاسباب كتيره، السرعه والتحول لهجوم وعرضياته اخطر من عيد. محمود علاء هينصح يقول له يكون هادي وبلاش يكون عصبي. انا معاك في دي 100%. محمود علاء على قد ما هو قائد وشخصيه عصبي جدا بزياده، وبتفلت منه لدرجه ان هو بتكون حاجه تؤخذ عليه، عشان هو المفروض لاعب كبير، دي نقطه مهمه. وقال فعلا الفتره الاخيره بدا يكون عصبي شويه. رقم 3 يتمنى معلول يبقى معاه. رقم 4 الشناوي يتمنى يغيب، والمفاجاه ينزل يفاجئ الاهلي او ثلث ساعه يحاول يخطف هدف وينام عليه ثم يضرب الاهلي بالمرتدات. رقم 6 لو فاز الزمالك يعمل احساس هيكون لا يوصف، وهفرح جدا. اكتفي بهذا القدر، في كتير جدا بس الحلقه تبقى طويله قوي بس حلوه، ممكن نكررها مره ثانيه. وبالتالي وبدوري انقل هذه الاسئله برضو ليكم. تعالوا نقولهم مره ثانيه كده عشان لو حد نساهم. مين يكون مهاجم الاهلي لو انت اهلاوي، او مين باك الزمالك اليمين لو انت زملكاوي؟ لاعب من فريقك هتنصحه نصيحه قبل الماتش بساعه ساعتين، اديله نصيحه كده في الاخر. لاعب من الخصم تتمنى يكون في فريقك. لاعب من الخصم تتمنى يغيب عن الماتش. لو انت المدرب ايه المفاجاه اللي ممكن تعملها؟ ولو فريقك فاز بالبطوله بذمتك كده هتعمل ايه؟ اعمل لايك واعمل شير واشترك في القناه، واوعى تنسى اللي دايما في الشبكه.